في أطراف المدينة في مستشفى صغيرة محدش بيدخلها كتير. الناس بتقول إنها مستشفى تعليمية مهجورة، لكن الغريب إن النور دايماً منور فيها بالليل. في يوم مروان ممرض جديد اتعين فيها، وكانت أول وردية ليه بالليل. استلم من المدير وقاله بنبرة غريبة: لو سمعت أصواتا جاية من الدور الرابع ما تطلعش، ما عندناش مرضى فوق. مروان ضحك، افتكرها هزار. لكن الساعة 2 بعد نص الليل سمع صوت خطوات فوق راسه، وصوت سرير بيتحرك زي صوت عجلات معدن على الأرض. طالع للدور الرابع، لقى كل الأبواب مقفولة إلا باب واحد مفتوح، والنور جاي منه خافت جدا. دخل بهدوء، لقى سرير وسط الأوضة، عليه مريضة نايمة ووشها متغطي. جهاز النبض جنبها شغال، وبيدي صوت منتظم: بيب بيب بيب. مروان حاول يشوف الملف الطبي اللي جنبها، لكن كان فاضي. كتب اسمها بخط غير مقروء وتاريخ دخولها من سنة 1076، وفجأة الجهاز سكت. المريضة بدأت تتحرك ببطء، ولما شال الغطا من على وشها شاف وشه هو. جري مروان وهو بيصرخ، لكن كل ما يدخل دور يلاقي نفس الدور بيتكرر. اللافتة بتقول كل مرة: الدور الرابع.